مساء الخير عليكم يا أحلى كسيبة في الدنيا. حلقة جديدة من بودكاست جديد لبرنامج الكسيب. مبسوط ان احنا بقينا نعمل حلقات كتير مع بعض، وان شاء الله حجم المعلومات ما يدمر لكوش دماغكم، بالعكس يغنيها ويحسنها للأفضل. النهاردة حلقة جديدة هنتكلم فيها عن التوهان في الحياة. ناس كتيرة جدا بتشتكي لي دايما ودايما بتفضل تقعد تستفسر: انا تايه، انا مش عارف اعمل ايه، انا مش عارف ادرس ايه، انا مش عارف اشتغل ايه، انا مش عارف اقعد في بلدي ولا هاجر بره، انا مش عارف اخد قرار، انا مش عارف ايه الاصلح ليا. اسئلة كتيرة جدا جدا بتسألها الناس وبتقعد تبعتها لي علشان احاول ارد نيابة عنه. اللي انا عايز اقوله له دايما او برد دايما اجابة واضحة، وهي: انا ما اقدرش اقرر عن حد. انت اللي لازم تبقى عندك المقدرة انك تقرر عن نفسك. انت اللي لازم تبقى عندك المقدرة انك تعرف ايه الصح الافيد لك، ايه الافيد لحياتك، ايه الاصلح لشخصيتك. لان كلنا مش زي بعض، ربنا ما خلقش الناس زي بعضها، لا في قدراتها ولا في رغباتها ولا في الاشياء اللي يعرفوا يعملوها ولا في خطط حياتها. حاجات كتيرة جدا احنا مختلفين فيها عن بعض. عشان كده مفيش قاعدة تثبت على الجميع، مفيش شيء واحد كلنا نقدر نمشي عليه، يا إلا كانت كل الناس اشتغلت شغلانة واحدة وعاشت في بلد واحدة وبتتكلم لغة واحدة. ولكن ربنا خلق الناس مختلفين عشان يكملوا بعض. التكملة دي هي اللي بتعمل استفادة لجميع أطراف المجتمع، وهي اللي بتخلي البشرية تكمل وتستمر. وعشان كده النهاردة احنا جايين نتكلم عن موضوع: ازاي تاخد القرار الأفضل في حياتك علشان ما تفضلش تايه طول عمرك، ما تفضلش مش عارف انت هتعمل ايه، مش عارف انت تتصرف ازاي، ولا تاخد قرار في تعليمك ازاي، ولا تتخصص في أي مجال، ولا تشتغل في أي شغلانة. الحاجات دي كلها ليها منبع أساسي هنتكلم عليه النهاردة. يلا نبينا نبدأ حلقتنا الجميلة دي عشان الموضوع شكله شيق جدا. اولا كده عاوزين نتكلم عن فكرة التوهان دي. التوهان ده مش حاجة وحشة خالص، يعني اولا لو لقيتوا نفسكم كده وانتوا بتسمعوا الحلقة دي واحد بتعاني من التوهان في حياتك ومش عارف تقرر ايه الافيد لك ولا الاصلح لك، اعرف ان انت مش في وضع سيء خالص. بالعكس، هقول لكم ليه هو مش وضع سيء. اولا احنا كلنا بنتولد في مجتمعات ايا كانت ثقافتنا ايه، وثقافة اهالينا، والشغلانة اللي بيشتغلها والدي، والشغلانة اللي بيشتغلها والدك ووالدتك واخواتك طلعوا ايه. حاجات كتيرة جدا حواليك وثقافات وظروف بتأثر اصلا على اتخاذك للقرار، وما بيبقاش ده بايدك، لانك انت ما قررتش تتولد فين، ولا اب غني ولا اب فقير، ولا قررت ان انت تعيش في انهي منطقة، ولا تخش انهي مدرسة. كل دي قرارات انت مالكش دخل فيها، بما فيها حتى قرار ولادتك. فانت مجبر على اللي انت فيه. ولكن بتوصل لمرحلة بتبتدي فيها عقلك يتبلور ويتكون، وقرارك ساعتها هيبقى فعلا مطلوب. قرارك هيفرق كتير في حياتك. قرارك هو اللي هيغير مصير حياتك او هيخليك محلك سر، وتفضل جيل ورا التاني تايه، والتوهان يبقى هو اسم عيلتكو ويبقى اسمك اشرف التايه. فبالتالي لازم نفهم كويس جدا ان التوهان ده بيبتدي من الصغر، من الاهل اللي عايشوك في مجال وفي مناخ انت ملكش قرار فيه. فبالتالي بتطلع بتحاول تستشف كل الظروف اللي حواليك دي وتحاول تطلع فيها افضل شيء ممكن يقدر يفيدك. طيب خلينا نحلل الموضوع ده شوية. انت اتولدت لقيت والدك او والدتك بيشتغلوا موظفين، واخوك بيدرس في الجامعة، واختك في المدرسة، وانت عمال تخش المدرسة ويوم ورا التاني عمال تكبر، ووصلت لمرحلة ان انت بقيت داخل على ثانوي ومش عارف تخش علمي ولا ادبي ولا هتتخصص في ايه عشان تخش جامعة ايه. طيب خلينا الاول نفهم ان القرار المصيري في تعليمك ده مش قرار مصيري اصلا. يعني افهموا ان انت لو قررت تخش علمي وان انت كان المفروض افضل تخش ادبي، هو مش نهاية العالم. انت كده كده محتاج المعلومات اللي هنا ومحتاج المعلومات اللي هنا. كل النظرية انك درست دي قبل دي. طيب دخلنا جامعة، هنفترض ان انت مش عارف تخش جامعة ايه. طيب اسرتك ممكن تلاقي والدك مهندس فبيزن عليك وبيحاول يزرع فيك انك تطلع مهندس زيه، او دكتور، او محاسب، او ايا كانت الوظيفة. ده طبعا بيأثر عليك في اتخاذك للقرار. ولكن اعرف كويس جدا انه مش معنى ان والدك مهندس ان انت هتطلع افضل مهندس، ولا ان والدك دكتور ان انت تطلع دكتور. هو كل القصة ان هو عارف النجاح اللي حققه جه من انهي مصدر، وعايز يطمن ان ابنه او بنته داخلين في نفس المسار ده عشان يبقى متأكد كويس جدا انه هيطلع ويحقق نفس النجاح اللي هو حققه، ده لو كان حقق نجاح اصلا. فبالتالي هو
الظروف اللي حواليك واهلك هيبتدوا يزرعوا فيك كل شوية ان يغيروا لك عقلك ويحاولوا يوجهوك لتوجهات هم اللي عايزينها مش انت اللي عايزها. طيب هتقولي اعمل ايه في الموضوع ده؟ اولا كده، طول ما انت ما عندكش المقدرة انك تحدد ايه افضل شيء ليك، ولا رغباتك رايحة فين، ولا ميولك رايحة فين، فانت كده كده الناس هتحركك، لانك ما عندكش القدرة انك تقرا نفسك. فاللي بطلبه منك في المرحلة دي، لو انت في مرحلة التوهان بتاعت الدراسة واختيار المجال اللي هتدرس فيه، هي انك تشوف حلمك تكون ايه. يعني بص للموضوع من النهاية مش من البداية. انت حلمك في حياتك تكون ايه؟ حلمك في حياتك تبقى صاحب مشاريع. يبقى بالتالي ما ينفعش تكون مهندس، لان المهندس عادة ما بيبقاش صاحب الشركات ولا بيديرها، بيجيب مديرين وهو بيبقى راجل تقني، لان ربنا قسم الناس لعقليتين: عقلية تقنية وعقلية إدارية. لازم انت تعرف انت عقليتك تقنية ولا إدارية، لانك مش هتلاقي دايما الدكتور ما ينفعش يعين بيزنس مان تحته، ولا المهندس ينفع يعين بيزنس مان تحته، لكن البيزنس مان يقدر يعين تحتيه دكاترة ومهندسين وصيادلة، ويعمل مستشفى كلها دكاترة وهو مش دكتور. فبالتالي لو انت اصلا رغبتك من وانت صغير انك يبقى عندك مشاريع ويبقى عندك ناس بتوظفها وبتحرك وبتليد وبتقود الناس، اعرف انك ما ينفعش تتخصص في شيء تقني، دايما تخصص في الشيء الاداري. والاداري ده يعني ايه؟ يعني تدرس بيزنس، تدرس ماليات، تدرس ريادة اعمال، تدرس بزنس ادمنستريشن، اداره اعمال، تدرس حاجات كلها تتعلق بالاداره، لان الاداره دي بتفتح لك المجال انك تقدر تشتغل في اي مجال. يعني مفيش شركه هندسيه مش محتاجه ناس بتفهم في الاداره، سواء ماليات ولا ماركتينج ولا مبيعات ولا اي حاجه. مفيش شركه طبيه مش محتاجه ده، مفيش شركه سيارات مش محتاجه ده، مفيش شركه مشروبات غازيه مش محتاجه ده، مفيش مجال في الدنيا مش محتاج اداريين. لكن واحد مهندس اتصالات مش هيشتغل في شركه بيبسي، هو ليه تخصص معين ومجال معين وشركات معينة هي اللي هيشتغل فيها. فبالتالي النقطة دي هتقدر تسهل عليك جدا اتخاذك للقرار انت هتدرس ايه. قرر كده، انت عايز تبقى شخص اداري تشتغل في اي حاجة في الدنيا وتتواكب مع اي شركة واي مجال وتفتح اي مشروع، ولا عايز تحصر نفسك في حتة معينة اللي هي الحتة الهندسية او الحتة الطبية او الحتة اللي تتعلق بالتكنولوجيا. في الاخر قرارك ده هيبقى مربوط انك المجال ده هتكمل فيه بقية حياتك، لانك مش هتضيع 4-5 سنين دراسة على الفاضي. والمفروض ان انت داخل مش عشان تاخد شهادة، انت داخل عشان تتعلم فعلا تعليم تستفيد منه ويغير لك من مفاهيمك ويغني عقلك. مش داخل عشان تاخد شهادة تتقدم بيها لوحدة، انت داخل عشان تخلي ده مليان علم، لان كل خطوة بتخطوها في سبيل العلم ربنا بيكتب لك خطوة تجاه الجنة. عشان كده قد ايه قيمة الشخص اللي بيروح يتعلم، قد ايه قيمة انك تزرع جوه نفسك ان التعليم ده كأنك بتجاهد في سبيل الله، كأنك بتحارب عشان تحرر بلدك، انت بقى بتحرر عقلك. تخيل بقى قيمتك كلها. ربنا بيكلم دايما الناس يقول لهم أولي الألباب، يعني أصحاب العقول. يعني دايما بيخاطب الناس اللي عندها عقل، والعقل ده مش المخ اللي موجود جوه الحيوان، لا، ده مخ بيشتغل وعنده قدرات مختلفة عن أي كائن حي. فعشان كده لازم تديله البنزين بتاعه، البنزين بتاعه هو العلم. فبالتالي إنك تقرر تتعلم وتخش الجامعة ده شيء مش إجباري، لكن لو قررت تعمله فلازم تعرف كويس جدا إن ده قرار مصيري، وهتعمله عشان تتعلم مش عشان تتجوز بيه ولا عشان تروح تشتغل بشهادة، عشان انت يبقى ليك قيمة، عشان انت اللي يبقى ليك وضع في وسط المجتمع، عشان يبقى ليك قيمة قدام نفسك. ما ينفعش تتعلم أبدا عشان الشهادة، انت بتتعلم عشان ده يغتني، عشان ده يستنير. فلو زرعت النقطة دي في عقلك هتلاقي نفسك مختلف عن كل الناس اللي حواليك، هتلاقي نفسك بتأدي أداء مختلف عن الكل، وحتى اتخاذك للقرار في كل الأمور هيبقى مختلف. لأنك خلي بالك، الإنسان ربنا خلقه واداله اختيارات كتيرة جدا، ولكن هو كل قوته وذكائه في إزاي يقدر ياخد القرارات اللي تتلائم معاه، القرارات اللي تفيده في حياته. عشان كده فن صناعة القرار ده علم كبير أصلا لوحده. إنك تبقى عندك المقدرة إنك تصنع قرار بنفسك يكون أصلح لك وأصلح للي حواليك، هي دي القدرة اللي كل الناس بتدور عليها. لأنك أحسن مدير في الدنيا أو أحسن صاحب شركة أو أحسن دكتور أو أحسن مهندس دايما بيبقى أكتر واحد بيعرف ياخد قرار مظبوط، مش بس عنده قدرات تقنية. يعني مثلا لو واحد معاه دكتوراه في الفيزياء وفي وسط موضوع فيزيائي كبير جدا وعاوزين منه قرار مهم فيه، لو كل علمه ده ما طلعش بيه قرار صائب الموضوع كله هيتدمر. يبقى اذا القرار هو محور
تغير الامور للافضل او للاسوأ. فانت لازم تبقى عارف ان قرارك في كل شيء هيأثر على حياتك، لان اللي فات مش هيرجع تاني. يعني افهموا دايما ان الوقت هو الشيء الوحيد اللي ربنا مديهولك ببلاش، ولكن كل ثانية بتضيع منه ما بتعرفش ترجعها تاني. عشان كده دايما خلي عندكم تأني في اتخاذ القرار، وتعرفوا ازاي اصلا تكونوا القرار ده. وانصحكم تبتدوا تدوروا اونلاين وتبتدوا تفهموا كيفية صنع القرار. في مادة اصلا اسمها decision making او صنع القرار، ازاي تصنع قرارات، ايه الحاجات اللي لازم ترتبها في عقلك علشان تعرف تصنع بيها قرار صائب في مجال او في حياتك او لولادك او اي شيء. صنع القرار ده فن، صنع القرار ده علم. فخلينا كده نركز في النقطة بتاعتنا. شرحت لكم مهم جدا انت بتخش الجامعة ليه، انت هتقرر ازاي، ايه الافياد لك، هتتخصص في اي مجال بناء على ايه، هل عقليتك تقنية ولا عقلية ادارية. ولو عرفت ترد على الاسئله دي فبالتالي انا متاكد 1,000,000 انك هتعرف تقرر عن نفسك، ومش هتبعت لي رساله او لاي حد تقول له اخش هندسه ولا طب ولا بزنس ادمنستريشن. انت اللي لازم تحدد ده بنفسك، وما تخليش حد من اهلك ياثر عليك. انت اللي اثر على عقلك وقرر. بص للموضوع من حيث انتهى عقلك. بتفكر وبتحلم بايه؟ نام كده وتخيل نفسك بتفكر انت عايز تبقى ايه. شوف نفسك واحد بتعرف تتكلم كويس، بتبقى قائد كويس للناس اللي حواليك وزمايلك، الناس بتحب تقعد تسمع لك، بتحب وجهة نظرك، يبقى انت شخص اداري. ما تحصرش نفسك في الارقام، لانك واحد عندك قدرة على التحكم في الناس وعلى قيادتهم قيادة ناجحة. فبالتالي اشتغل شغلانة ادارية تعرف بيها تضيف للناس. ولو لقيت نفسك راجل بتحب انطوائي شوية، او بتحب تحلل الامور، او بتحب الارقام، او بتحب التكنولوجيا، او بتحب الطب، كل الحاجات دي روح اتخصص فيها واعمل اقصى ما عندك فيها عشان تطلع منها افضل انتاجية وتحقق النجاح لنفسك. طيب خلصنا مرحلة الجامعة ومرحلة الثانوي، وبعد كده داخلين على مرحلة الشغل. اشتغل بقى في اني شركة وفي اني مجال، لان معظم الناس اصلا بتتخرج ما بتشتغلش في المجال بتاعها. دي بقى الكارثة الاكبر يعني. اولا انا عايزك قرارك في حياتك بصفة عامة تختار اللي انت بتحبه وبيريحك. والحب والراحة ده ما بيجيش غير اللي عقلك بيبقى مطمن له وحاسس ان انت هتأدي فيه افضل اداء، وهتبقى مبسوط نفسيا ومستريح وبتطلع اقصى ما عندك في الشيء اللي انت بتعمله. فبالتالي دايما وانت بتقرر هتشتغل في اني مجال او في اني شركة، دايما اختار الحاجة اللي انت بتحبها عن الحاجة اللي بتديك عائد مادي اكتر. لانك على المدى الطويل هتلاقي الحاجة اللي انت بتحبها دي لو اشتغلت فيها انت هتتميز جدا. يعني هتأدي اداء مختلف عن اي حد تاني، لانك بتشتغل بشغف، لانك بتحب الحاجة اللي بتعملها، لانك بتصحى من النوم الصبح من سريرك حاسس ان انت قايم عندك اكسايتمنت كده واثاره رهيبه، ان انا عايز اروح اشتغل، انا عايز اطلع اقصى ما عندي، انا عايز اكمل اللي ابتديته، انا عايز اوري الناس قد ايه انا جامد. الشغف اللي عندك ده هيخليك تقدر تطلع قدرات انت ممكن اصلا ما تصدقش انك تقدر تعملها. هيخليك تقدر تبقى متميز جدا في حاجة انت اصلا ما كنتش متخيل انك متميز فيها، فقط عشان بتحب الامر ده. لانك كل ما حبيته هتلاقي نفسك عمال تزود من قدراتك فيه وتزود من بحثك عنه وعلمك ليه. لانك الانسان ده ما ينفعش يوقف تعليم. حطوا ده في عقلكم. العلم مش شهادة ومرحلة تعليمية وبتخلص وبتجري، لا. كل يوم كل يوم تشوف انت قريت ايه، عرفت ايه اللي بيحصل في الدنيا، المجال اللي انت بتشتغله وصلوا لايه فيه في العالم، ايه الحاجات الجديدة اللي قدموها. طول الوقت اشتغل على نفسك، طور من لغتك، طور من الكتب والحاجات اللي انت بتقراها اللي بتضيف لك طول الوقت. غذي ده، خلي ده طول الوقت عنده امكانيات، شغال زي العربية اللامبرجيني، خليه عربية فيراري شغال موتورها، عشان لما وقت يطلب منك قرار هتدوس على البنزين في ثانية وتمانية من عشرة هتجيب 100، عشان انت عقلك شغال بقدرات وامكانيات وموارد اعلى بكتير جدا من كل اللي حواليك، لانك استثمرت فيه وتعبت فيه، لانك فعلا عملت كل شيء مطلوب عشان تحقق بيه النجاح جوه ده. فبالتالي انا بطلب منك انك تفهم كويس ان صنع قرارك في حياتك هيغير مصيرك. حاول دايما تفهم ان التوهان في الحياة مش شيء وحش، ولكن انك تستوعب كويس ازاي تاخد القرار الصح. لما تفهم ميولك وتفهم بتحب ايه وتفهم اصلا ايه الهدف من الشيء اللي انت بتعمله، هيخليك تختلف تماما في اتخاذك للقرار. هيخليك مش بتبص للامور على انها فلوس بس او شهادة بس او كل حاجة بتبص لها بنظرة سطحية. ابدا، انت دايما تفكيرك هيبقى مربوط بصورة كبيرة، حاجة اسمها البيرد اي فيو او نظرة الصقر كده من فوق. بتشوف الامور مختلفة عن اي حد تاني لان عقلك منور.
عينيك بتشع طاقة ايجابية، مش قاعد كده تنبل كده في القهوة خالص. انا عايزك عينيك تبقى طول الوقت فيها شغف. وهو ده الفرق ما بين الانسان الناجح والفاشل. 99% من العالم فشلة، 1% بس اللي بينجحوا، عشان هم عندهم فعلا القدرة ان هم طول الوقت عاملين يحطوا بنزين في عقلهم، فعينيهم تنور اكتر، الشغف يزيد، الطاقة تعلى، الاداء والانتاجية تزيد، فبالتالي يبقى في مردود ليها. لان هو بيفكر في النجاح مش بيفكر في الفلوس، لان الفلوس بتيجي مردود للنجاح. فدايما خلي عقلك شغال على ازاي تحقق النجاح بكل العناصر دي، وبدايتها هي ده. هو ده اللي هيوديك للنجاح. هتاخد قرار صح في تعليمك، هتاخد قرار صح في شغلك، حتى وانت رايح تتجوز. قرارك في ان انت تتجوز لازم يبقى في الوقت الصح اللي ما يوقفكش عن تحقيقك لحلمك، مع البني ادمه المظبوطه اللي هتدعمك وتسندك طول حياتك عشان تعرف تحقق نجاحك وحلمك، فبالتالي تغير من الاسره دي. ولو انت اتولدت في اسره فقيره، اسره غنيه تطلع منك. دايما حطوا دي في عقلكم، لو اتولدت في أسرة فقيرة لازم تبقى أنت الشخص اللي أسرة غنية هتطلع منه ومن ذريته. وعشان ده يحصل محتاج تضحية، والتضحية دي محتاجة تشتغل على نفسك طول الوقت، لأنك هتدفع فاتورة فقر بقالها كتير قوي، كل الأجيال عمالة تورثها لبعض. جه الوقت إن أنت اللي تسددها، وسددها ده مش رخيص ولا سهل، ولكن مش مستحيل، تقدر تعمله، وناس كتير عملته في العالم. عشان كده لازم تبقى قادر على صنع القرار، وتوقف التوهان، وتفهم ازاي توجه حياتك وتغني عقلك، لانه في الاخر هو ده اللي هيرشدك وهينور لك طريقك. ربنا معاكم يا رب. ومتنسوش تعملوا سبسكرايب، وتتابعوا دايما الفيديوهات اللي هتنزل على القناة، وتعملوا لي كومنتس تكتبوا لي فيها تحت ايه رأيكم في الموضوع، حابين تسمعوا ايه في الموضوعات الجاية. ومبسوط كالعادة ان احنا رجعنا تاني مع بعض وبنتكلم، وان شاء الله حلقات كتير هنستفيد بيها كلنا مع بعض. ليلتكم سعيدة.